ونصبح ونرجع على اجمل وارقى متابعين ونقولهم تعالوا ويانا. طبعا اول بدايه شوفونا ما شاء الله اليوم ملك الغاب نسميه. اليوم نويت ان شاء الله حبايبي اسوي باكي. انا طبعا ولاول مره بالقناه مالتي راح اطبخ الباكي. طبعا ذاك اليوم من نزلتها شورت مو انا طبختها صراحه، لكن هالمره لا اريد اضبطها لكم 100% ان شاء الله. طبعا بما انه الصبح وقعدنا ما متريقين سوينا لنا بيض وطماطم. شلون بيضات وطماطات ما اقدر افحن لانه الخاشوره منها. طبعا حبايبي اول خطوه نغسله غسله مرتبه، وتعرفون غسلي شلون اغسل. ثاني خطوه راح خليتها بالمي على مود حتى نطلع الزفاره مالتها العفو كلها، وان شاء الله بعدين راح نعرق وراح هاي تكونون انتم ويانا. انتظرونا حبايبنا على الخطوه اللي بعدها. نرجع لكم متابعينا ويا الباكه مالتنا، واليوم احنا ابد ما راح نتحاكى. تعرفون ليش؟ لانه احنا ناكل باكه. شوفوا انه متابعينا طبعا نظفتها تنظيف خليته يبكي صراحه. عندنا بصل، نوم وبصره، قرفه، هيل وثوم، وعندي هنا نومي مطحون، وعندي هنا كركم. طبعا حبايب روحي التنظيف صار كلش ممتاز، بحيث يعني ما خليت فد شي تفاصيل كلها شلتهن. وان شاء الله حبايب روحي هسه ايش راح اسوي؟ راح اعرقه بالجذر وارجع لكم على الخطوه اللي بعدها ان شاء الله. متابعيني خليني اقول لكم ايش سويت. طبعا خلينا جدريه فارغه بدون اي اضافات لا زيت ولا شيء. خلينا اول بدايه الكراعين. ليش؟ على مود حتى اذا بيها نسبه دهون راح تنزل هنا بالجدريه. راح اقصص هاي الراس مالت البصل. بسم الله الرحمن الرحيم. نقصه هيك متابعينا. بسم الله. هنا هذا عندنا الثاني. طبعا ان شاء الله حبايبي راح تستمتعون بهذا الفيديو، واني لانه اول مره فان شاء الله تخبر راح تصير متابعين. اعتنيت بيها، وما تنسونا من اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس حبايب روحنا على مود قناتنا ان شاء الله تصعد بفضل رب العالمين. ونضيف متابعينا شوفوا 3 حبات مالت نوم وبصره، وعندنا هنا عودان مال قرفه، وحبات مالات هيل حمات، وعندنا هنا ثوم. يعني خليته اني ما سويته بالمهراسه، خليته هيك صحاح متابعينا. ان شاء الله حبايب روحي واللي ما مشترك بالقناه فضلا وليس امرا ان يعيد الاشتراك. وراح اكتب على الفيديو هذا متابعيني ولاول مره اطبخ الباكه العراقيه. ان شاء الله راح ينال اعجابكم وتخلونا اللايك وما تقصرون ويانا. انتظرونا حبايبنا. طبعا حبايبي شوفوا راح هسه بيها نسبه دهون قامت تنزل بالجدريه، وبعدين يلا اخلي الراس مالت الخروف على مود حتى يحمس حبايبي، واخليه يتعرق اكثر. انتظرونا على الخطوه اللي بعدها. حبايبي رجعنا لكم ويا الحمسه مالتنا. طبعا هو بما انه لم يعني صغير مو كبير الخروف، فلذلك متابعيني وانا من سلقتها بورق الغار وذبيت الزفاره مالته العفو اصلا استوى هو يعني مستوي، وحمسته حمسه زينه حبايبي. شوفوا هنا شلون الحمسه والروائح كلش طيبه صارت متابعينا، والمرد مرد. ايش راح اسوي؟ راح اضيف المي. المي لازم يكون حار متابعيني. طبعا ما يتحمل، انا كان نيتي اسويه بالجدر الضغط لكن ما راح يتحمل حبايبي لانه صغير واريده يستوي على نار ناسيه وبراحته. ان شاء الله متابعينا انتظرونا على الخطوه اللي بعدها. ونرجع لمتابعينا ونقول لهم تعالوا وصلوا على محمد وآل بيت محمد. شوفوا لنا حبايبنا الباكه شلون صارت. طبعا الروائح لو اكو ميزه اخليكم تشمون الروائح الطيبه صارت ولا اروع متابعين. هسه ايش راح نسوي حبايبنا؟ اول خطوه ننقع الخبز. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا حبايبي الهيل والقرفه والبصل كثرت لها والثوم.
كلش طيبة صارت ما شاء الله تبارك الرحمن. بما انه انا اول مرة اطبخها صراحة، لكن ضبطت 100%. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا سهمكم العافية حبايبنا، واللحمة راحت عن العظم متابعينا. هسه خلينا اشوفكم ننقع الخبزة اكثر. هسه نقعناها متابعينا. ايش راح نسوي ان شاء الله حبايبنا؟ خلونا نشيل الراس. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المرد الراس مرد متابعينا، انا طبعا ما اقدر اصلا اشيله، صلوات على محمد راح يوقع مني. انتظروني حبايبي، خليني اطلع الراس يساعدوني حبايبي. ورجعنا لكم وطلعنا لكم الباكه مالتنا. صارت متابعينا، صارت اللحمه وحد والعظم وحد. تعالوا شوفوا لي، شوفوا حبايبي شلون المردت مرد ما شاء الله تبارك الرحمن. وسهمكم متابعينا فعلا فعلا العافيه. ويا الليمون هذا حبايبي ولا اروع. لا تنسونا من اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس متابعينا.